السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة جرافيكروسوفت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الوورد والإكسل، والمرة دي هنخش على عالم المونتاج على طول، وهقول لك تركية حلوة في الآخر. يلا بينا على الشرح. طيب بص بقى يا سيدي، المرة دي بقى مفيش كليك يمين نيو ادوبي بريمير، لا احنا هنا بقى نفتحه من قائمة ستارت على طول. اوريدي لو احنا عاملين له بن عندنا على الديسك توب افتح منه على طول، ولو مش عامل هتفتح قائمة ستارت تكتب ادوبي هيظهر لك البرامج اللي انت مسطبها عندك، هتفتح منها البريمير برو. طيب بص بقى يا معلم، انا هخش في الشرح على طول عشان ده برنامج ضخم جدا ومفيش وقت نقول مقدمه ولا حاجه. عايز اقول لك ان البرنامج ده من اضخم برامج المونتاج الموجوده اصلا في العالم. ان شاء الله هنتكلم عنه هنا في القناه، هو والافتر افكت، وما تقلقش دافينجي لما اتعلمه هعلمه لك. طيب يلا بينا نبدا الشغل على طول عشان ما نضيعش وقت. دي بروجكتات انا كنت عاملها قبل كده طبعا، اللي كنت بمنتجها اللي نزلتها على القناه. نعمل نيو بروجكت، والافضل طبعا انك تسمي الفايل زي ما انت عايز، فلنفترض هنسميه تيست. دي فيديوهات مالناش دعوه بيها. بص بقى يا برنس، كل الحكايه انك تتعلم اهم 3 مناطق عندك هنا في البريمير، وهم البروجكت بانل، تايم لاين، البريفيو. البروجكت بانل دي بقى يا سيدي اللي احنا بنحط فيها الفيديوهات اللي احنا عايزين نمنتجها، هنعمل امبورت او هنسحب على طول. طبعا الفيديو ده انا عملته عن طريق الفيديو 3، هقول لك ليه كمان شويه. هنبدا نعمل بقى السيكونس بتاعنا اللي هنشتغل عليه عن طريق الكنترول وان، او من فوق هنا نختار من فايل نعمل نيو ونختار السيكونس، والاختصار بتاعها كنترول ان. خليك دايما في الاختصارات زي ما حكيت لك، الحريف سرعته في الكيبورد واختصاراته مش في الماوس وحركاته. بص بقى يا معلم، احنا شغلنا هيبقى على اتش دي 1080 30 فريم يعتبر، والسيتنج بتاعنا زي ما هو هنا، واشتغل يلا على طول كده. احنا عملنا السيكونس بتاعنا، هنبدا ندخل الفيديو. لو الفيديو بعد ما حطيته لقيت الابعاد بتاعته اصغر من الحجم اللي انت حاطه دوت، او اكبر من الابعاد برضه اللي انت حاططها، هتضغط عليه من السكيل هنا، هتبدا تلعب في الارقام دي لحد ما يظبط معاك. ليه اخترته بقى من فيو 3 يا معلم؟ عشان خاطر مدته قليله عشان وقت الفيديو. هسيب لك الادوات اللي انا هستخدمها في الديسكريبشن تحت، لو حبيت تجرب بنفسك حملهم. انا سبت لك الفيديو هنا قليل خالص عشان وقت الفيديو، ويبقى سهل انك تتعلم عليه بسرعه، مش ناقص تعقيد وفيديو مدته 30 دقيقه او 10 دقائق او 5 دقائق او دقيقه. احنا لسه بنتعلم، ففيديو 8 ثواني كويس قوي هيدينا المختصر وهنستخدم فيه كل اللي احنا عايزينه. بص بقى يا برنس، طبعا انا لما اكون واقف على التايم لاين هلاقي عندي الخط الازرق ده، هاجي هنا عند البروجرام هدوس هنا على البريفيو بتاعنا، وهلاقي هنا الخط الازرق يتعلم عليه. هدوس على حرف الزال عشان الشات يكبر معانا، هدوس على حرف الزال تاني الشات ترجع. طبعا اي مكان اكون واقف عليه وهدوس على حرف الزال بيكبره لك. نرجع بقى نبدا يلا الشغل، نتفرج على الفيديو. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا، لذلك يجب أن نتحرك الآن بعزم وحكمة. جامد قوي. طبعا فيديو مدته 8 ثواني تقدر تستخدم فيه امكانيات كتير جدا جدا جدا، لان هو سهل وبسيط، وتبدا تشتغل عليه كده تمشي ايدك بيه على البريمير. طيب يلا بينا نبدا اللعب. بص بقى يا سيدي، انت عندك هنا طبعا في هنا ادوات مهمه جدا، بس انت مش هتستخدمهم كتير في البدايه، بس شغلك دايما هيبقى على الريزور تول. هنيجي هنا مكان ما احنا هنقص اهو، نكمل الفيديو. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا. بس اقف لحد هنا، هتلاقي هنا اداه الريزر تول. بص لما باجي اقف على الخط الازرق ده بتديني اشاره بيضاء، العلامه البيضاء دي بقى هي دي اللي انا هبتدي ايه اقص منها. طبعا هنا ده الويف بتاع الفيديو بتاعنا، ببتدي اقص فيه زي ما انا عايز. طيب وانا هفضل استخدم كده الاداه دي كل ما اجي اتحرك؟ لا يا سيدي، عندك اختصارات كتير جدا. لذلك تاني اهو كنترول كي، هتلاقي عندك كنترول كي، ده القص بتاعنا. طيب انا مش عايز اللفه دي وعايز اختصر وانجز. بص يا معلم، هتيجي هنا على ايديت كيبورد شورت كات، دوس على علامه الكنترول، اكتب كلمه ايديت، هيظهر لك هنا حاجه اسمها اد ايديت، بس انا طبعا مغيرها فهي مش هتظهر عندي. لكن انا لو شلت الكنترول شلت كلمه ايديت، هي دي انا مخليها عندي بحرف السي. بعد ما انت عملت ايديت للشورت كات بتاع الحرف وغيرته زي ما انت عايز، طيب هنكمل. هو هنا كل دوت ما بيتكلمش اهو، باين عندي ان في صمت، يبدا يتكلم هنا اهو. طيب وانا هفضل ادوس على سي؟ يعني ايه ادوس على سي وهنا ادوس على سي عشان ابتدي اقص بينهم وبتاع؟ لا، فوق من كل دوت. عندك حرفين جامدين جدا، ركز دايما عليهم مع الحرف الثالث بتاع القطر. ايه هما الحرفين؟ الكيو والدبليو. الكيو بيقص ناحيه الشمال والدبليو بيقص ناحيه اليمين. انا دلوقتي عملت كروب هنا الجزء دوت، قطعته، وبعدين بقى مش لسه اجي هنا واعمل سي، لا انا عايز اشيله على طول مره واحده، هدوس كيو. حلو الكلام. طيب الحته اللي انا قصيتها ديت سبتها ليه؟ انا قصيت اسيبها عشان اقول لك هنشيلها ازاي. طيب بص يا معلم، هتدوس عليها وتدوس على شيفت ديليت. ماشي كده، انا المفروض قصيته. تعالى نبص عليه تاني كده ونتاكد. انا اول مره على فكره اجربه معاكم. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا، لذلك يجب أن نتحرك الآن بعزم وحكمة. زي الفل. يلا بينا نبدا نركب البيرول ونعمل الايديت بتاعنا. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا. طبعا انا مجهز هنا عندي شويه بيرول عن الحاجات اللي هو بيتكلم عليها. ممكن ناخد ده، ماشي. ممكن اخد الجزء ده بس، واروح اعمل كليك يمين سبيد، بسرعه شويتين 3. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا، لذلك ماشي. وبعد كده طبعا انا جبت الفيديو دوت وقصيت منه الجزء ده عشان ما اطولش وقت الفيديو. تعال نتفرج كده مره كمان واقول لك بعد كده هنعمل ايه. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا، لذلك يجب أن نتحرك الآن بعزم وحكمة. طيب احنا كده ركبنا البيرول، نبدا نلعب بقى شويه بالتكست. طيب نبدا بقى نضيف التكست بتاعنا. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا.
هنيجي ندوس على حرف التي، هي طبعا العلامه هنا بس احنا ايه قلنا هنشتغل بالاختصارات. كتبنا الكلام بتاعنا وهقول لك دلوقتي هنعمل ايه، عشان لو انت حطيت الكلام ابيض على الخلفيه زي ديت برضه يعتبر فاقعه شويه الكلام مش هيبان. هقول لك هتعمل ايه. تمام انا كده ظبطت مكان ونوع الفونت بتاعي. هبتدي وانا دايس على الالت وانا معلم على التكست، هدوس على الالت واسحب لفوق هيعمل لي نسخه منه تاني. طبعا انا دوست على الكنترول عشان اتحرك فوق وتحت. هدوس على التكست اللي تحت وهروح عند قائمه افكت اكتب بلور، وانا في نفس القائمه اكتب تنت زي الفل، واجي هنا بقى عند الافكت كنترولز ابتدي اعدل اللي انا خدته. هتلاقي عندك البلور اهي والتنت اهي. بص بقى الحته دي كل ما ازود في البلور هيديها جلو كده من ورا. طبعا هي في طرق تانية كتير للجلو بس انا بحب استخدم الطريقه دي اسهل واسرع. وهنا من عند التنت هبتدي العب باللون الابيض عشان يغير لي شكل الجلو اللي بره ده كله. طبعا وانا مختار التكست اللي تحت مش اللي فوق. البريمير طبقات وانا مش هشرح تفاصيل دلوقتي، سيب كل دوت للفيديوهات الجايه. انا عايز اديك ملخص بقى. ماشي هبتدي اروح على الاصل بتاعنا وانزل تحت هتلاقي حاجه اسمها اوباسيتي. اختار البين تول وابتدي اعلم ارفع دي شويه عشان تعمل معايا بص. وده طبعا عشان في تكست تانية تحت احنا عاملين لها بلور. هشغل الستوب واتش. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا. وقف رجع يا باشا وهبدا اخد الاوباسيتي كوبي وهنزل على التكست اللي تحت واعمل لها بيست. نزلت معايا بنفس كل حاجه نعملها. ارجع بقى من البدايه شغل. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا. طيب هعلم على الاثنين واعمل كات عشان اشيل الزيادات وابتدي ازود ساوند افكت. نشغل. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا. وقف على كده بص شيل الزياده. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا، لذلك يجب ان نتحرك الان بعزم وحكمه. طيب كده انا ركبت الساوند افكتس، مش عايز وقت الفيديو يطول وفي نفس الوقت عايزك انت كمان تجرب. طيب انا كده يعتبر خلصت اساسيات، ما ركزتش قوي في مونتاج الفيديو قد ما انا اعلمك الاساسيات. تعال نتفرج بقى على الفيديو. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا، لذلك يجب ان نتحرك الان بعزم وحكمه. طبعا انت تقدر تعمل حاجات اقوى من كده واحسن من كده بكتير. طيب وبعد ما خلصنا شويه التعديلات البسيطه دي انا قصدت ما اخليهوش فيديو قوي جدا عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك لو انت اول مره تستخدمه. وفي الاخر نعمل اكسبورت او عمليه الاستخراج بتاعتنا عشان ابتدي ارندر الفيديو. اجي عند الفيديو واعمله ريندر ات ماكسيمم ديبث وماكسيمم ريندر كواليتي بس. وكفايه عليك كده ما تلعبش في اي حاجه تاني دلوقتي ودوس اكسبورت هيبدا يترندر معاك. هذا امر بالغ الاهميه لمستقبلنا، لذلك يجب ان نتحرك الان بعزم وحكمه. ده الفيديو اللي احنا شفناه بعد ما ترندر. شوف بقى يا سيدي اللي لخصته لك في اقل من 10 دقايق ده مجرد اساسيات بس، لان لو كان ده كل البريمير كان الكوكب كله اتعلمه في يومين. البريمير اعمق واجمد من كده بكتير، بس اول ما تفهم الثلاث مناطق اللي انا كلمتك عليهم دول وزود عليهم طبعا الافكت كنترولز، ولا لا ما تزودش خليك في الثلاث مناطق دول دلوقتي وبعدين نبقى نتعلم القصص دي. بس مجرد انك تعرف هم ايه وبيعملوا ايه انت كده ملكت النص البرنامج. الباقي كله مهارات وتركات بتطورها مع الوقت. وعايز اقول لك حاجه، الفيديو الجاي عن الفوتوشوب ولو عايز تتفرج على الاكسل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت هتلاقيه ظاهر عندك.